اليوم غادي نتكلموا على الزهريين وغادي نقول لكم في الاخر ديال الفيديو علاش كيبغوهم السحره والمشعوذين وعلاش كيلاحقوهم ديما. برا عليا الموضوع. الا كنتي كتشوفني لاول مره او لا كتشوف هذه القناه لاول مره، ما تنساش دير لنا واحد اللايك وكومونتير وبارطاجي الحلقه مع العشرة ديالك. اول حاجه، الانسان الزهري حسب المعتقدات هو واحد الانسان اللي متميز وعنده بعض الصفات اللي ما كايناش عند الانسان العادي، وهاد الصفات كتخلي الانسان الزهري انه يتواصل مع العالم السفلي بواسطه السحره والمشعوذين، وكيجعلو يكون قادر على استخراج الكنوز من تحت الارض بلا ما يتعرض للاذى من طرف الجن، لانه انسان متميز وعنده قدرات ما كايناش عند غيره. وهذا الشيء علاش كيتم الاستهداف ديالهم من طرف السحره والمشعوذين. دابا غنشوفوا المعنى ديال كلمه الزهري. كاين اللي كيقول ان كلمه الزهري المصطلح ديالها مشتقه من الزهر، يعني النرد، واللي كترمز بدورها الحظ والتميز. وكاين اللي كيقول ان كلمه الزهري مشتقه من كلمه زهار، واللي هو اخطر كتاب يهودي في السحر، واللي نقدروا ندويو عليه ان شاء الله في فيديو اخر. وهذا الشيء علاش بزاف الناس كيعتقدوا ان كلمه الزهري عندها ارتباط شديد بالتاريخ اليهودي، لان اليهود عاشوا بزاف في شمال افريقيا وبالضبط في دول المغرب العربي. وكاينين بعض الاساطير، وهنا كنقول اساطير وكنسطر تحتها، اللي كتقول ان الانسان الزهري ما هو الا نفر من الجن تلبس بداك الطفل اثناء الولاده ديالو، او انه حصل تبديل الطفل البشري بالطفل من الجن على هيئه بشر. وهذا الشيء بالضبط اللي كيخلي الانسان الزهري يتميز على غيره، وكيمتلك واحد القدرات اللي كتفتح الابواب المغلقه وكتجلب الحظ الكبير. وهذا الشيء بسبب الطاقه الروحيه اللي كيمتلكها واللي كتخلي الجن يخضع ليه. عارفك غتقول لي يا كثرتي طفل من الجن، راه الحماق هادشي. راه قلت لك اساطير وكنسطر تحتها. ديك الطاقه الروحانيه كتميزو انه يشوف الكنوز من تحت الارض، وكيستطيع انه يوصل لها بسهوله على غيره وبدون ما يتعرض للاذى ديال الجن الحارس. وهذا الشيء اللي كيخلي السحره والمشعوذين كيتلاهتوا وراء الزهريين بشتى الطرق. وكاينين قصص مرعبه ومخيفه للاطفال تم الاختطاف ديالهم، واللي تمارست ضدهم طقوس شيطانيه ما تخيلهاش على بالك. حتى لهنا فهمنا كلمه الزهري. دابا السؤال اللي كيدور لك في راسك هو كيفاش غادي نعرفوا ان هذا الانسان زهري وهذا الانسان ماشي الزهري؟ وشنو هما الصفات باش كنعرف ان هذا الانسان زهري وهذا الانسان ماشي الزهري؟ من بين الصفات تاع الانسان الزهري اول حاجه فلق في اللسان ديالو، اي ان اللسان ديالو كيكون مقسوم على جوج وكيكون فيه واحد الخط لي طولي واللي كيتسبب ليه حتى في صعوبه في الكلام. ثاني صفه وهي خط عرضي مستقيم في احد الكفين ديالو، يعني في اليدين ديالو كيكون واحد الخط عرضي مستقيم في اليد ديالو، يا كيكون في اليد اليمنيه او لا في اليد اليسريه او لا كيكون فيهم بجوج. ثالث حاجه وهو انه كيكون واحد الحوال خفيف في العين، غير شويه، بحال العين اليمنيه كتشوف في العين اليسريه، ولكن غير شويه ما كيبانش بزاف، وكيكون فيها واحد البريق خاص على العين الاخرى. الصفه الرابعه واللي هي النخله في الشعر، واللي كتكون لقدام وغالبا ما كتكون على شكل الحرف في، او لا كيكون فيها جوج دوارات وسط الراس. ومن بين الصفات الاخرى هي الاعاقه الجسديه او الذهنيه، بحيث كيتميزوا بعض الزهريين انهم كيكونوا في حاله اعاقه جسديه في شي جزء من الجسم، او لا كيكونوا متاخرين عقليا. وكاينين صفات خفيه، فحسب بعض المعتقدات كيقولوا ان من الصفات الخفيه ان الدم تاع الطفل الزهري او الانسان الزهري كيكون مختلف على الطفل العادي او الانسان العادي، لان الدم ديالو كيكون فاتح على شكل اللون الوردي. وهنا المشعوذ او الساحر كيستطيع انه يميز اللون تاع الدم عن طريق الجرح ديالو، من خلاله كيقدر انه يميز اللون تاع الدم ديالو. وكتعتبر الدم تاع الانسان الزهري واحد الدم اللي هو طاهر في عالم السحر والشعوذه، ويقال ان الجن كيتسلط على صاحب الدم الزهري، وكتعتبر دم الشخص الزهري بمثابه الزئبق الاحمر في العالم ديالو. يا ربي السلام. يعني اي واحد خصو يمشي يشوف دابا ولادو الزهريين او لا ماشي الزهريين ويحافظ عليهم ويحاول يبقى يرد لهم البال، حيت كاينين دوك صحاب الجلال كيدورو كيقول لك ارا يديك ندعي معاك، والهدف ديالو هو انه يشوف في اليد ديال ولدك واش زهري ولا لا. وكيديروا بالدراري الصغار بزاف د الحوايج، والدراري الصغار خاص الانسان يرد لهم البال سواء كانوا زهريين او لا ماشي الزهريين. ودابا اجي معايا نصنفوا هاد الزهريين هادو. السحره والمشعوذين كيقولوا ان اغلى صفه عند الانسان الزهري هو انه يكون عنده فلق في اللسان ديالو، يعني يكون عنده في لسانه واحد الخط اللي هو طويل. وادنى صفه هو انه يكون عنده داك الحول في العين ديالو. وكيقولوا ان الشخص الزهري اللي فيه جميع هاد العلامات اللي قلت كتعتبر زهري من الدرجه الاولى وطاع بصح. والزهري اللي فيه بعض الصفات اللي قلت ليك كتعتبر زهري من الدرجه الثانيه. ودابا وصلنا للحظه اللي كيتسناها الكل. من بين الاشياء اللي كيقوم بها المشعوذ او الساحر في حق الانسان الزهري، المشعوذ او الساحر كياخذ داك الانسان الزهري لفتح الابواب المغلقه برصد الجن لحراسه الكنوز، لان الانسان الزهري هو الوحيد اللي يقدر يحدد
اماكن هاد الكنوز ويفتح الابواب ديالها. فاول حاجه كيقوم بها المشعوذ كيختطف هاد الطفل الزهري وكيربط في الجبهه ديالو شي حجابات وشي تخربيقات سحريه، وكيجبروا انه يتمشى حافي القدمين وعريان الملابس ووالو في رجليه حتى كيطيح. والبلاصه اللي طاح فيها داك الدري هي بلاصه الكنز. يا ربي السلام، هادشي خطير بصراحه. الانسان خصو يحظي ولادو. ولكن بلاتي قبل ما نساليو الفيديو بغيت نقول لك واحد الحاجه مهمه، وهي ان مصطلح الزهري غير موجود في الاسلام بتاتا، والاسلام ما عمرو ذكر هذه القضيه نهائيا. ايوا الا عجبتكم الحلقه ما تنساوش تبارطاجيوها مع العشران، تخلي واحد الكومونتير زوين، وما تنساش اللايك. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.